السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم إخوتي من جديد في قناتكم قناة يوسف المنشريش لتربية طيور الزنا. أحييكم مرة ثانية بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى كل المشتركين وغير المشتركين. وموضوعنا لهذا اليوم موضوع مهم جدا، دائما في إطار تجهيز الحسون للتزوج. بما أننا أو البعض المربين يعانون من تأخر التزاوج للموسم هذا من سنة 2024. هناك تأخر كبير وكبير ناتج لعدة عوامل نتطرق إليها في موضوع إن شاء الله آخر. كما تلاحظون في الصورة وبدون إطالة، هذه أهم المحاليل أو المكملات الغذائية التي أستخدمها شخصيا وعلى حساب تجربتي الخاصة والمتواضعة. يعني ما شاء الله هذه محاليل أعطت نتيجة وفعالية. وكما تلاحظون، وقبل ما نبدأ في ذلك، هناك البعض إذا ما أقول يعني حوالي 80% أو 90% لهم حساسية أو سلبيات اتجاه استعمال المكملات الغذائية. أخي في الله، يجب أن دائما أن تتعلم، لأن إخوتي في الله، إذا ما أقول لكم الأوروبيين أو يعني يستخدمون هذه المكملات وهناك نتيجة لا بأس وإنتاج وفير بكثرة. لذلك ننصح الجميع باستعمال هذه المكملات، ولكن يجب مراعاة بعض الشروط، مثلا تاريخ يعني الإنتاج والصنع هذا المكمل الغذائي، كذلك المحل أو الشخص الذي تشتري من عنده يجب أن يكون يعني يتميز بمصداقية لا بأس فيها، بحيث أنه لا يكون مغشوش. وبدون إطالة نبدأ على بركة الله. نسينا شيئا آخر وهو الأهم، وهو طريقة التقديم ويعني احترام المقادير والجرعات لتفادي بعض الأخطاء والمشاكل، مثلا غيار الريش، وبذلك يذهب الموسم هباء منثورا. وإن شاء الله اليوم سوف نتطرق بالتفصيل إلى استعمال هذه المكونات. وملاحظة، هذا لا يعني أن هذه المحاليل يعني لا توجد غيرها، توجد هناك عدة أنواع ويعني علامات لا بأس بها، كثيرة وكثيرة، منها مثلا كناريس ثاني كذلك استعملتها ما شاء الله. يعني هناك عدة أنواع، وكما تلاحظون أنا أستعمل هذا وأعطوا النتيجة، وإن شاء الله يستفيد الجميع. هذه أديتروا أو كما تشاهدون في الصورة، يعني من نوع أوميجا. كذلك هذا الأوسيلينيوم معزز الخصوبة. كذلك هذا الأديتروا أو مهني، والغني عن التعريف والمعروف براد أنيمول الأوسيلينيوم. سوف نتطرق بالتفصيل إلى الطريقة وكيفية الاستعمال. إخوتي في الله، بالنسبة للأديتروا أو يقدم يعني ندخل مباشرة في التقديم. يقدم، وقبل ذلك هي كلها عبارة عن محاليل، يعني محاليل مجموعة من الفيتامينات. وبالنسبة للأديتروا أو الأوميجا كما تشاهدون في الصورة، إن شاء الله تكون موضحة. كما إن شاء الله الصورة تكون موضحة، يعني الجرعة وتعليمات الاستخدام: 3 قطرات في 50 مليلتر لمدة 20 يوم قبل التزاوج، وكذلك من 2 إلى 3 مرات أسبوعيا طوال موسم التكاثر. أعيد وأكرر: 3 قطرات في 50 مليلتر لمدة 20 يوم متتالية قبل التزاوج. وحبذا أنك لو استعملته 2 أو 3 مرات أسبوعيا طوال موسم التكاثر. وكنصيحة قبل ذلك، قبل ما تستعمل هذا الأديتروا يجب على الأقل أن تقدمه للطيور يعني قطرة أو قطرتين
على الأقل مرة في الأسبوع أو في الأسبوعين. لماذا؟ لكي يتعرف ويتعود الجسم الطائر على هذا الفيتامين، وكذلك نتفادى بعض المشاكل مثل تساقط الريش أو غير الريش الخطأ وهو بمعروف لافوسمي. أنصح أنك تستخدمه مرة في الأسبوع أو في الأسبوعين، ثم تقدمه لمدة 20 يوما، وإن شاء الله تكون هناك نتيجة. نذهب مباشرة للأوسيلينيوم. كذلك هو محلول الأو زائد السيلينيوم، ثاني نتيجة ما شاء الله. يقدم كما إن شاء الله تكون الصورة واضحة، يقدم 3 قطرات في 50 مليلتر لمدة 5 أيام. إذا لم يعطي نتيجة يرتاح الطائر لمدة أسبوع، ثم نعاود الكرة لمدة 5 أيام، وأكرر 3 قطرات في 50 مليلتر في شرابية لمدة 5 أيام. إذا لم تكن هناك نتيجة بعد أسبوع من يرتاح الطائر، نقدمه كذلك مدة 5 أيام. وأخوتي في الله، بالنسبة كاين البعض ما يعرفش وقتاش يقدم. الأدي 3 يقدم أثناء تجهيز الطيور لمدة 20 يوم كما ذكرنا سابقا. لما تلاحظ أن الطيور تاعك جهزوا وجاهزين للتزاوج، أنت خائف من أن البيض غير مخصب، نستعمل هذا الأوسيلينيوم. الأدي 3 يقدم للذكر والأنثى معا. الأوسيلينيوم يقدم للذكر، ولكن لا بأس إذا قدمته للأنثى عادي، ماشي مشكل عادي. الأوسيلينيوم أذكر أنه لما تجهز الطيور تاعك بالفيتامين الأدي 3 الأوميغا لمدة 20 يوم، وأنت أحسست بأن سوف يحدث تزاوج، قدم الأوسيلينيوم لمدة 5 أيام لكي يلقح الذكر والأنثى، وإن شاء الله يكون البيض مخصب. إن شاء الله يكون استفاد الجميع، وإن شاء الله ما نكونوش طولنا عليكم في هذا الفيديو. أما بالنسبة للأدي 3 المهني كما تلاحظون، ثاني ما شاء الله استخدمته، سوف نلاحظ الجرعة. ربع قطرات في 50 مليلتر من الماء لمدة 5 أيام. وكما ذكرت سابقا، من الأحسن أنك قطرة أو قطرتين في شرابية 50 مليلتر لمدة أسبوع أو أسبوعين، لكي يتعرف جسم الطائر عليه وما يحدث هناك غير الريش لافوسمي الخطأ. ثم إذا مرت أسبوع أو أسبوعين واستعملته، نقدم هو لمدة 5 أيام 4 قطرات. كذلك بالنسبة للأوسيلينيوم الراد أنيمول الغني عن التعريف، ما شاء الله كما تشاهدون، هذا ذات قوة الله يبارك ما شاء الله. الاستعمال تاعو ما شاء الله قوة، والله غير ذات فعالية، أحسن إذا لم أقل أحسن من الأوسيلينيوم الأوميغا. يعطى مرتين. هذا الأوسيلينيوم مراد يعطى مرتين في الأسبوع، ثم كل يوم لمدة 15 يوم. أكرر لما نلاحظ الجرعات وطريقة التقديم، الله يبارك ما شاء الله، مترجمة بالفرنسي، بالإنجليزية، الله يبارك ما شاء الله، بالإسبانية كما تشاهدون، 1 2 3 4 5 6 7 دول. منتوج روعة، منتوج ما شاء الله ذات فعالية. نعود نذكر طريقة تقديم هذا الراد الأوسيلينيوم. يعطى مرتين في الأسبوع، ثم كل يوم لمدة 15 يوم قبل التزاوج.
أيضا ينصح أن يعطى مرتين في الأسبوع أثناء الصغار. نعاود نكرر، إذا إن شاء الله نعاود نكرر، يعطى مرتين في الأسبوع ثم كل يوم لمدة 15 يوم قبل التزاوج. أيضا ينصح أن يعني يعطى مرتين في الأسبوع أثناء نمو الصغار لكي ينمو الصغار بصحة جيدة. إخوتي في الله، نروح للدوزاج. يقدم يعني 5، إن شاء الله تكون الصورة يعني واضحة. يقدم 5 مليلتر بار يعني لتر دو او، يعني في 1 لتر من الماء يقدم 5 مليلتر. عندك هنا يعني هذه الإبرة كما تلاحظون، يعني يعطيك 5 مليلتر في 1 لتر من الماء، أو 10 مليلتر يعني في كيلو في الباتي. كذلك في الباتي يعني من الأحسن وشرها متوفر عندك. إذا ما توفرش عندك الباتي، دير نعاود نذكر 5 مليلتر في 5 مليلتر في 1 لتر من الماء، يعني 5 مليلتر من الراد سيلينيوم في 1 لتر من الماء، أو 10 مليلتر في كيلو من الباتي. إن شاء الله ربي يوفق الجميع، وإخوتي في الله إن شاء الله يستفيد الجميع. وفي الأخير أتمنى أن يوفق الجميع في هذا الموسم سنة 2024. لا تنسوا الاشتراك، وإذا أخطأنا فهو من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا أصبنا فهو من الله تعالى. لا تنسوا الاشتراك في القناة، ودائما يعني في انتظار تعليقاتكم، إذا مرحبا بها، إذا إيجابية أو سلبية، يعني لكي دائما نقدم لكم الأفضل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يعني في موضوع جديد إن شاء الله.